هن الترندز او صيحات الموضه لشتاء 2025؟ اول ترند هي الفيتد بليزرز. صار لنا كذا سنه لورا ما عم نشوف غير اوفر سايزد بليزرز. هيدا السنه البليزر اللي بتجي مخصوره واضيق على الجسم هي الدارجه مش الاوفر سايزد، بخلوا اللوك يبين فمنن اكثر. ثاني ترند واكيد شفتوها وين ما كان هن التشارمز، واكثر شيء عم نشوفها على الجديدين. كثير حبيت هيدا الترند، عم تعطي هيك سم ادجينس لللوك. اذا لابسين شيء كثير سمبل وحاطين جزدان وحاطين هيك تشارمز عليه ومكترين، رح يعطي اللوك هيك ستايلش اكثر وبيلفت النظر. ثالث ترند وبالالوان، هيديك السنه كان البرغندي اكثر لون دارج، هيدا السنه البرغندي بعده بس مش اكثر لون دارج. اكثر لون دارج لهيدا السنه هو البني، وسبيسيفيكلي هيدا الشيد تبع البني سوبر اليجنت وكتير اولد ماني استاتيك. كمان الاوليف جرين من الالوان اللي كتير دارجه، شوفوا قد ايه حلو كيف عم يعملوا له ستايلينج. الرابع ترند هو الدارك واش دنم. ما كنت حب هيدا اللون الدنم بس كتير حبيته هالشتويه، عم يعطي دفى، واكيد هيدا اللون الدنم خرشتي مش صيف. خامس واخر ترند لهيدا الفيديو هو اكيد السويد. شفتوا السويد وين ما كان، وخصوصي باللون البني، ان كان بالباجز او بالجاكيتس او بالكوتس. كتير حلو هيدا الترند، ما بقى حدا ما اعتمد هيدا الترند. اذا بدكم بارت 2 حطولي بالكومنتس.